يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله قمنا لقينا الجو برد برد، يعني محشي. احشي يا ام عمر، هتحشي ام عمر. طلعت الخلطه اهيت من الفريزر، دول معلقتين سمنه بلدي بعد ما الخلطه سخنت معايا، بحبها كده جاهزه في الفريزر. وهنا معايا بتاع الخضره ديت عاملاها من امبارح بالليل، ماهيش في الفريزر يعني طازه. وفحرت كوسه وبتنجان وفحرت فلافله وغسلتهم وصفيتهم. ومعايا الرز هنا مغسول ومتصفي، والحله وكله معايا تمام. يا بنتي حد بيجري وراكي؟ انت بتقول بجد؟ كلم بالراحه. عشان يبقى دقيقه واحده بس كده بقى. انا فاتح وبصور، كلم بالراحه. بتصور؟ كلم بالراحه والله. طيب كلم بالراحه. طب اصور من تاني؟ لا ديت العيدان بتاعه الكرنب، بحطها تحت الكرنب كده عشان الحاجه ما كده. العيدان بتاعتنا اللي هي المسلوقه قبل كده في الرز اهيت، والرز هنزل عليه بالخضره. الخضره زي ما انا قلت لكم طازه اهيت، ما هيش متلجه ولا حاجه، طازه اهيت. ومش اي رز يا جماعه، ده بتقعد والله تلففنا 7 لفات عشان نجيب الرزايه اللي هي الحلوه العريضه. والله لفينا الدنيا النهارده عشان والله المحشي بيتحط فيه كل حاجه، ما فيش فايده يعني. المحشي بيتحط الرزايه الرفيعه او العريضه ما بيزعلش. احسن حاجه في المحشي لما يكون المحشي جاهز، تلاقي الدنيا ايه سلسه كده معانا والدنيا سهله. والله احنا دلوقتي بتصبح عليكم، بس الساعه دلوقتي 4 الا ربع او الا تلت. بنصبح قاعدين من الساعه 12 لحد وقتنا هذا عملنا دور والله على الرز، لحد ما رحنا اللي هو اسمه ايه؟ تحيا مصر. اللي هو تحيا مصر. معرض تحيا مصر. والله يعني ربنا يخلي لنا الريس، تلاقينا عنده الرز جايبين رز كيسين. خلطه حمرا ازاي؟ جميله. بحبها حمرا كده اهو. بيدوا كيسين المهم رحنا جبنا بيدي للنفر كيسين بس. اخدت الكيسين وام عمر اخد الكيسين. قلنا يا فكيك طلعنا نجري. اجري يا مجدي، اجري يا مجدي، محدش شايف. وطلعنا نجري والله بالرز بس الحمد لله يعني. بحط البتنجان تحت خالص والفلافله في النص والكوسه فوق خالص. طبعا المفترض ان انا كنت هعمل كرنب، بس ايه مفيش وقت. الساعه الوقت 4 على بال ما نخلص المحشي دوت، يعني ممكن نتغدى العشاء ان شاء الله. بعد العشاء معلش بقى، هو الرز اللي عمل فينا كده. المهم ان يبقى في غدا وخلاص. اهم حاجه ان هم هيتغدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتونا كتير كتير. يا رب تكونوا بخير. النهارده بعد ما خلصنا المحشي ولفه الرز والزفه اللي احنا قلناها لكم ديت، حله المحشي اهيت. شايفين الجمال؟ انتوا عارفين ايه اللي فوق المحشي ده؟ حد شايف؟ حد لامح حاجه؟ دلوقتي انت ام عمر عايزه تحط الصينيه كده. اتفرجوا. عمر قول لهم ازيكم. ازيكم. ام عمر عايزه تقلب تعمل اللي هي المقلوبه دي. عايزه احس احساس براق كده وانا بقلب الحله دي. والله شكلك هتخلينا النهارده مفيش غدا. بورك مرة واحدة. في عيش وجبنه يا جماعه عشان نبقى عاملين حسابنا، كله يوسع، كله من على الترابيزه عشان ايه؟ ام عمر هتقلب. بسم الله. بسم الله بسم الله. طب اظبط انت ايدك ومالكيش دعوه بالكاميرا. ها 1 2 3. استنوا يا جماعه استنوا. ابعد ايدك ابعد ايدك. ها الله، مش اي حد يعمل القلبه دي، ادي بالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيب بقى اللي في الحله بقى، اثبات على الشمع. شوف الجمال. بسم الله ما شاء الله. لا الله عليها الصراحة. الله الله. مش سامع حد يعني بيشجع. انا مش قلت عاش عاش. بنشجع اهو. انا لو كنت عملت لهم النهارده محشي كرنب، يعني كان ممكن يتغدوا بكره. جبت لكم تاني. عمر اجا تاني، قول لهم اشتركوا في القناه. قول لهم اشتركوا. لا قول عشان يسمعوك. اشتركوا علي صوتك. انا حاسه ان الناس دي وشها بقى نص سوا من الدخان. واعملوا لايك. اعملوا لايك وفعلوا زر الجرس. مش عارف يقولها معلش. طبعا هم عايزين عيال عايزين يعرفوا ايه ده. انتوا شايفين ايه ده؟ ما هذا؟
ده فص بط تقريبا بقاله شهر في التلاجة في الفريزر، حطيته على المحشي. مش شهر يعني بص شهر. بط. فص بط ايه؟ لو احنا نعرف ناكل يا بنت ومولع كده. ايه يعني؟ تعالى عندي هنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم. شوفوا المحشي، مولع اهو. احنا عندنا يعني شتاء يعني محشي على طول. المطره تنزل ابو عمر يخش بالكرنبايه علينا. عقبال محشي رمضان بقى. طب انا قاعد وشي مدخن كده قدام الناس وانا قاعد. وشنا السلق اصلا. طبعا كالعاده كل واحد له طقوس، سما بتنجان وفلفله بس. عمر بيتقطع كده كوسه. عمر كوسه، ولازم الكوسه تتقطع ولازم يتحط عليها ليمونه كامله. طقوس غريبه والله. والورق العنب. وابو عمر بيخش على الصينيه. ابو عمر دايس. سما عايزه ورق عنب بس انا مش لاقيه ورق عنب الا اللي هو المجمد. لا عاش ايدك يا ام عمر والله. رايك؟ جميل. طب دلوقتي انا بعصر الليمون. اعصر على اعصر هنا. اعصر على الصينيه بقى. ايوه عمر بيقول لكم ما تنسوش يا جماعه، ما تنسوش. ما تنسوش يا جماعه تدعمونا في القناه نقعشت و... ايدي. رأيك؟ وتتابعوا الفيديوهات، ولو في اي حاجه اي ملاحظات يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات بتاعتكم. مجامله ولا صراحه؟ لا صراحة. كده اعصر لك ليمون. لا كده لا. كده لا انت بتحط كده. على الكوسه كده دي يا- ما باكلهاش، اروح احطها في البتنجانه دي. بتقولوا انت بتحط على الكوسه عشان ما باكلهاش. اه والله ساب البتنجانيه وكان بيحطها على الكوسه. بصوا ده كده ايه؟ ده عمر. الكوسه تتقطع كده زي الكتاكيت بالسكينه وياكلها بقى متقطعه. فين ما فيش معلقه لعمر؟ وبقى بالنسبه ايه للديك الروم يا جماعه؟ علاء علاء على فكره ما معلقه بياكلش معلش محشي. معلقه. خد يا سمسم، خد يا محمد. لا انا فص يا عمر، ايه رايكم؟ حلوين. حلوين. معلقه لماما يا علاء لو سمحت. وده بقى الفص بتاعه، خد الباقي. انا بشكر الست الحاجه امي، يعني ربنا يديها الصحه يا رب. لما كانت تيجي تعمل المحشي تشم ريحته، يعني اللي هي الناس الحلوه بتاعت زمان دي، حتى طبق الزيتون اللي في اخر الشارع ده، تشم الريحه بتاعت المحشي من اخر الشارع. كوبايه الميه. انا ومراتي شميت الريحه من على السلم. يعني شوفوا الفرق قد ايه. وانا مش هرد عليها. رغم اللي يعني انا ولادي بيشموا الطبيخ بتاعي شفت من ابنك عامل الشارع. ايه؟ عمل ايه؟ اخد اخد الشوك. الشوكه. ملوش دعوه بحد بقى، هو خلاص هو كده عصرت الليمون ده باكله سخن. والله بتكلم بجد. سخن. لما بكون بطبخ ولادي بيشموا الطبيخ بتاعي من اول الشارع. اه المحشي اللي قبل ده شمانه وصاحبتي من الشارع. ايوه. وده محشي امي. قالت لك ريحه ايه يا سما؟ قلت لها ده في ريحه حاجه، قالت لي ده محشي. قلت لها اه صح، ده احنا تحت البلكونه بماما، ده ريحه المحشي بتاع امي. ايوه ريحه المحشي بتاعه. هو يا بنت حسب النفس وحسب التعليم. والله العظيم يعني في ناس تشم الطبيخ بتاعهم تقرف، وفي ناس تشم الطبيخ بتاعهم يخلي الواحد يمشي عايز يجيب رغيف ويغمس الهوا وهو ماشي. ام هاني والله يا ام هاني احنا مفتقدينك. كان المحشي من غيرك يا ام والله يا هاني. ست الكل احنا مفتقدينك، ولا احنا نافعين من غيرك خالص. احنا ضيعنا كان المحشي من غيرك يا ام هاني. الحاجه معيش موجوده تحت، الحاجه عند اختها في بورسعيد، بس والله وحشانه قوي قوي قوي. فاتك كتير في اكله المحشي دي. ايه رايكم يا جماعه؟ مش عارفه امسكها. مش عارفه امسكها. ما انت كان معاك معلقه سخنه دي، خلي بالك. شتا كرنبايه على طول، شتا يعني محشي على طول. ما رضيتش ازعلهم، جبت لهم بطايه. ايه رايكم في البطه؟ حلو جميل. والزيتون ده، الزيتون ده انا اللي بعمله، لحسن تفكروا ان هو جاهز ولا حاجه. عمال ايد ام عمر. بصوا الجمال. الزيتون ده بالخلطه الجباره اللي انا بعملها، هتلاقوا عندنا برضو في القناه. والمحشي على فكره عاملينه، هنزل لكم اخد المعلقه تاني واداله الشوكه. هنزل لكم طريقه المحشي. هي دمياط مشهوره بالمحشي. لا هنزل لكم انا والبط. بطبخه في اخر الفيديو ان شاء الله. دمياط مشهوره بالمحشي والبط. والقلقاس، انا ما عرفتش القلقاس الا لما جت دمياط. قلقاس؟ اه احنا في بورسعيد، عمري ما دوقت قلقاس، ولا مامتي عمرها جابت لنا قلقاس، بس اتعلمته هنا من حماتي.
حبة قلقاس ملهمش حل، من يوم ما دقته من ايدها وانا اتعلمته وحبيته بصراحة. قلقاس بط محشي، التلاتة دول بتوع ضميطة. اعملوا لايك. ما اعملوا تزعلوش لايك. خبر، اعملوا لايك وشجعوا. تاكلي كوسة؟ لا باكل فلافلة. فلافل. هي سما غاوية الفلافل. ماما اكلت كده من هنا سخنة. سخنة؟ هو مولع، معلش هو سخن، هو مولع. بس انا قلت هي انا يعني وش الوقت عامل بخار ميه الوقت. هو في حاجة حراقة ولا بيتهيألي؟ لا متهيألي؟ ما جاليش لحد دلوقتي حاجه. اه يبقى الزيتونة، الزيتونة اللي حراقة. الزيتون. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وايه تاني، والكومنتات الجميلة بتاعتكم. وكفاية عليكم كده بقى عشان ايه هنغطس في قلب حلة المحشي كلنا دلوقتي. باي باي. باي، مع السلامة. مع السلامة.